أنا إبراهيم، صحفي حوادث في إحدى الجرايد. أنا مش هقدر أقول اسمها عشان ما تبقاش دعاية. الحقيقة أنا طول عمري بجري ورا الحوادث، وكأي شاب بحاول أنجح وأعمل اسم في مجال الصحافة. الفترة الأخيرة بدأت أركز شوية على الجرائم اللي بتحصل، القتل والجرائم الغريبة، يعني زي ما تقول كده أمشي مع الموضة اللي ماشية، الحاجات اللي بتجذب الناس، الحاجات اللي بتثير الناس، يعني أحاول إن أنا أنجح فيها. كنت في مكتبي في يوم من الأيام، لقيت صديقي كمال بيقول لي: أنا عاوزك ضروري، عاوز أقابلك ضروري يا إبراهيم. قلت له: في إيه يا كمال؟ أجيلك بكرة. قاطعني وقال لي: لأ، لو سمحت تعالى لي دلوقتي ضروري، الموضوع حياة أو موت. الحقيقة أزعجني جدا. بسرعة لبست الجاكيت بتاعي وجريت على طول من الجريدة على بيت كمال. خبطت، لقيته فتح لي الباب ووشه شاحب وتعبان وباين عليه التعب. قال لي: تعالى يا إبراهيم، تعالى، أنا عاوزك ضروري. صراحة اتخضيت، شكله فيه شحوب غير طبيعي، قميصه عليه نقط دم. قلت له: مالك يا كمال؟ قال لي: تعالى بس، تعالى. وهو بيتلجلج وخايف. دخلت معاه وأنا بدأت أتوتر، لكن أنا طبيعة شغلي شفت حاجات كتير، فمش حاسس بخوف، لكن المرة دي حسيت بتوتر. قلت له: في إيه يا كمال؟ قال لي: اقعد، أنا الوقت اللي قدامي قصير، أنا هحكي لك، ووعدني إن أنت تنشر الحكاية دي. قلت له: في إيه بس قولي. قعدت وطلع علبة السجاير بتاعته، ودي كانت حاجة غريبة لأن هو ما بيحبش التدخين أصلا، يعني تقدر تقول ما بيطقش التدخين. قلت له: إيه ده، هو أنت بتدخن؟ قال لي: ما تحطش في بالك، ما تشغلش نفسك، اسمعني بس، اسمعني عشان الوقت اللي قدامي قليل. لقيتني نبرة صوته وتكراره الجملة كل شوية: الوقت اللي قدامي قصير. قلت له: في ايه؟ قال لي: بص، انا هحكي لك من البداية، انت صاحبي، انت عارف انا بعد ما اتخرجت من الكلية كان عندي طموحات كبيرة، اعمل حاجات جامدة، احقق ذاتي، لكن الدنيا مش عادلة، في ناس بتتعب وتشقى والنتيجة صفر، ما بتوصلش لحاجة، وانا كنت من الناس دي. وناس تانية ما بتتعبش والدنيا بتديها. قطعته في الكلام وقلت له: انت هتعترضش على قضاء ربنا، دي أقدار. قال لي: عارف، أنا مش معترض، أنا بوصف لك الحالة. بعد ما اتخرجت من الكلية قعدت أدور على شغل لحد لما لقيت شغلانة في سوبر ماركت كاشير. المهم ابتديت أشتغل، أحاول أجتهد، وبعدين فجأة بعد 3 سنين حسيت إن أنا محل أكسر.
ما بعملش اي حاجة، ما بتقدمش بمعنى اصح. قلت وبعدين؟ انا هفضل طول عمري كده؟ لا، انا مش هكمل في الشغلانة دي. لكن هروح فين؟ وانا قاعد دخلت واحدة ست كبيرة في السن، بس مش قوي، تقول يعني أربعينات. أنا بصراحة الشيطان لعب في دماغي، واضح من لبسها وكلامها إن هي ست غنية، ولقيتها كده بتبصلي ومعجبة بيا، أو يمكن أنا حسيت كده. إن جيت للحق أنا جريتها في الكلام، وزيارة والتانية والتالتة للسوبر ماركت اتأكدت إن هي فعلا متعلقة بيا. الحقيقة فرق السن بيني وبينها كبير، لكن أنا ما فكرتش. أنا عاوز حاجة تنجدني من القرف اللي أنا فيه. أنا مش هفضل طول حياتي بياع. أمال اتعلمت ليه وتعبت ليه؟ مش هطول عليك، أنا نفسي معرفش إزاي مثلت عليها، وكمان عيشتها دور الحب. وفعلا بعد 6 شهور كنت متجوزة، واتنقلت نقلة كبيرة، عربية، ومرتاح ماديا، واللي أنا عاوزه منها بتديهولي. لكن أنا لو بصيت للحقيقة أنا ما كنتش مرتاح نفسيا، مش حاسس إن هي دي اللي أنا عاوزها، ومعرفش إزاي هي حست إن أنا واخدها على طمع. فرق السنين، فرق الخبرة. المهم بعد 1.5 سنة بدأت تكلمني عن الانفصال. الحقيقة أنا كنت هتجنن أنفصل. أنا ما عنديش استعداد إن أنا أرجع تاني للمستوى اللي أنا كنت فيه. أنا جربت حياة الراحة والفلوس وعربية، وما عنديش استعداد أرجع تاني للموضوع ده. لكن بدأت تلح، وبدأت نقدر نقول توصل للتهديد إن هي خلاص زهقت، وإن هي اكتشفت إن أنا مش واخدها لشخصها، أنا واخدها لفلوسها. إن جيت للحق هي دي الحقيقة، لكن يعني أنا مش هقدر أفكر إن أنا مرة تانية أبقى ما معيش فلوس. بدأ الشيطان يلعب في دماغي مرة تانية. أنا هقتلها، أنا الوريث الوحيد، لكن إزاي؟ أنا أول واحد هتحوم حول الشبهات. خرجت أتمشى بعد خناقة كبيرة معاها وتهديدها ليا وجرحها لكرامتي إنها ترميني في الشارع. سكت وفضلت أتمشى، وأنا ماشي لقيت ست غجرية، كلنا عارفين الغجر، لابس الملونة وماسكة المشنة بتاعتها، وقاعدة بتقول أبين زين أبين واضرب الودع، تعالى يا جدع. ضحكت في نفسي للمنظر، لكن لقيت نفسي واقف قدامها معرفش ازاي. قلت لها انت فعلا بتعرفي؟ بصت لي بصة مش هقدر انساها، وقالت لي يا جدع يا جدع جرب،
قرب مني، تعالى. قربت منها وقلت لها بتعرفي ايه؟ قالت لي اعرف كل حاجة، هات اقرا لك الكف. اديتها كف ايدي، بصت لي وقالت لي كله مليان حزن وألم ووجع وخوف من المستقبل. قلت لها ايوه. قالت لي وخوف من ليلى. اتصدمت، ده اسم زوجتي. قلت لها بعصبية انت عرفتي ازاي اسم مراتي؟ بصت لي وضحكت وقالت انت لسه بتسأل؟ ما تسألش، انت عاوز ايه؟ قلت لها انا كل اللي انا عاوزه ان انا اخلص منها، اقتلها واورثها. قالت لي تقتلها؟ تتعلق في حبل المشنقة؟ قلت لها طب اعمل ايه؟ دبريني. قالت لي ارمي بياضك، ارمي بياضك يا جدع. طلعت فلوس كانت في جيبي، حطيتها بين ايديها. قالت لي ما تقلقش. طلعت من المشنة عروسة صغيرة. قالت لي خد دي وهات حتة من هدوم مراتك، لف بيها العروسة الصغيرة دي وادخل حطها في المقابر، في جثة حد يكون لسه ميت من فترة بسيطة، ووشوش العروسة. قلت لها مش فاهم. قالت لي قبل ما تحطها في جثة الميت قول للعروسة انت عاوز ايه بالظبط، هيتحقق لك كل مرادك. اخدت العروسة وزي ما اكون مسحور جريت على البيت. كانت ليلى لسه نايمة. جبت المقص وخدت حتة من قميص عندها كانت رميها في الحمام لسه جديد، لفيت بيه العروسة وخدت عربيتي ورحت على المقابر. وصلت للمقابر في المغرب وانا اعرف حسان التربي هناك، كان معرفة لابويا. دخلت سلمت عليه، قلت له انت مش فاكرني؟ قال لي يا ابني انا كبرت وناس كتير بتجيني. قلت له عم حسان انا تعبان وعاوزك تساعدني. قال لي خير يا ابني قول. قلت له انا عاوز احط العروسة دي في جثة حد من الميتين بس يكون طازة. بصراحة قلت الجملة وكنت متوقع منه هجوم او يزعق فيا او يشتمني، لكني فوجئت بيه بيقول لي ادفع. رد فعل صدمني، لكن قلت له ما يهمكش، انا عندي استعداد ادفع اي حاجة. قال لي 500 جنيه. ما هو اسكندراني. طلعت له 500 جنيه. قال لي تعالى ورايا، في جثة لسه مدفونة النهاردة الصبح ولسه الجبس بتاعها لين ومحدش هيشك لو فتحناها وقفلناها تاني. مشيت وراه وبعدين فتح لي المقبرة وقال لي هات
هات العروسة اللي عاوز تحطها. قلت يمكن بيضحك عليا أو يرميها في أي مكان. قلت له معلش أنا عاوز أحطها بنفسي. قال لي تعالى. جاب فانوس منور المكان ونزلنا التربة. مكان مخيف، مكان مرعب، كلنا هنبقى هنا. إحساس رهيب لما تحس إن أنت داخل مكان كله ضلمة وهتبقى لوحدك في يوم من الأيام. بس معرفش إزاي نفسي ما رجعتش عن اللي أنا هعمله، بالرغم إن أنا شايف الجثة اللي قدامي لا حول لها ولا قوة بين إيدين ربنا. ما تفهمش إيه النفس القاسية بتاعتي دي. نزلت المقبرة وفعلا لقيت جثة. قلت له أنا عاوز أحطها جوه الكفن. فك جزء وحطيت العروسة فعلا، وأنا بغمض عينيا واسناني بتكتك من الخوف. وأنا خارج ورايا حسان التربي سمعت صوت صرخة رهيبة. قلت له ايه ده، وانا بيتهيألي ولا سمعت حاجة؟ قال لي لا حقيقي انت سمعت، ده صوت الارواح غضبانة من اللي انت بتعمله. استغربت على منطق الراجل اللي مشارك معايا، وكمان هو كبير في السن، بس زي ما تقول قلبه بقي جاحد. خرجت برا المقبرة وقال لي ايه مش عاجباك نغير الجثة بس ده بمبلغ تاني؟ قلت له لا كويس قوي، وجريت بسرعة ركبت عربيتي ورجعت البيت. رجعت لقيت ليلى بتتخانق معايا. صبرت. قالت لي اسمع، انت قدامك يوم او 2 وما اشوفش وشك في البيت، انا هسيبك لحد الصبح، بعد كده روح لحالك، عاوزين نخلص. قعدت لتاني يوم ما خرجتش. هي خرجت ورجعت بالليل في نفس الخناقة. قلت لها خلاص انا بكرة همشي وهطلقك. قعدت تبصلي بغيظ ودخلت اوضتها. فجأة سمعت صوت صريخ. دخلت لقيتها بتتشنج وتشاور لي بتقول لي الحقني الحقني، لكن انا كأنها بتتخنق بصيت لها بكل برود وهي بتشاور لي لحد ما حركتها سكنت. واضح ان هي ماتت، عينيها مبرقة. طلبت الدكتور، قال لي البقاء لله، دي ماتت من نص ساعة، أزمة قلبية. ما اكدبش عليك فرحت جدا وحسيت بان كل الدنيا اتفتحت لي، فلوس وسهر، وما حصلش حاجة غير ان احنا بعد ما دفناها بدأت انا الوريث الوحيد، كل حاجة تجيلي، وحسيت ان مخططي كله نجح. مر حوالي 30 يوم، وبعدين في اليوم 40 وأنا نايم حسيت إن في حاجة جنبي،
حاجة لزجة بتمد ايدها وبتلفها حوالين رقبتي. اتنفضت وقمت مفزوع من على السرير. ايه ده؟ في حاجة تحت البطانية كانت جنبي بتتحرك. بدأت أقرب من البطانية وشدتها. صعقت. الليلة اللي تحت البطانية، أيوة هي، لكن عينيها سودة ما فيهاش أبيض وأسود، وشعرها منكوش، وبصة كأنها مش شايفاني، لكن بتدور في كل الأوضة. بقها بيطلع منه رغاوي لونها أحمر، ومناخيرها وعينيها. جيت أجري على الباب لقيته مقفول، وفجأة لقيتها بتتسلق الحيطان. أيوة زي العنكبوت. تقريبا أنا في حلم، غالبا أنا في حلم فعلا، مش ممكن اللي بيحصل. الحقيقة أنا بقيت مرعوب. وفجأة بعد ما اتسلقت الحيطة بصيت لي وانقضت عليا زي العنكبوت. وقعت، دماغي اتخبطت في الأرض وفقدت الوعي. بعد فترة، معرفش بعد قد ايه، فقت وقلت ايه اللي حصل. لقيت الأوضة كلها متبهدلة، وفي نقط من السائل الأحمر على الأرض، وكمان لقيت كل الأساس في الأوضة عليه تراب أسود، كأني كنت في تربة. جيت أفتح الباب، اتفتح معايا عادي. وأنا خارج سمعت صوت من ورايا بيقول لي: أنا جواك، أنا جواك، أنا مش هسيبك، أنا جواك. اتفزعت وقلت: مين؟ المرة دي سمعت صوت في عقلي وصداع رهيب بيقول لي: أنا جواك، أنا هفضل جواك، وانت اللي ابتديت. حسيت بالرعب، جريت. كل يوم الحال بيزداد أسوأ، الصداع بيزيد أكتر. حاسس إن في جسم بيتحكم فيا، مش جسمي. سكنت جسمي. أيوة، ليلى سكنت جسمي. في اليوم الخامس بصيت في المراية، وكانت المفاجأة أنا مش شايف جسمي في المراية. إيه ده؟ أنا شبح؟ جريت ومسكت الموبايل وخدت لنفسي صورة سيلفي. لقيت صورتي موجودة. رجعت بصيت في المراية، لقيت صورة ولاء على جسمي. كنت بدلعها أقول لها: ولاء. ضحكت وقالت لي: انت لسه فاكر الاسم؟ انا ليلى، وانت كنت بتخدعني. المشكلة ان انا برد على نفسي. قدام المراية صورتي بتتغير من شكلي لشكلها. قالت لي: انا دخلت جسمك، انا هستولي عليه، وفي نهاية الشهر مش هتكون موجود. خفت من الرعب وجريت. حاولت ادور على الغجرية مرة تانية، ما لقيتهاش. قعدت الف مرة تانية، برضو ما لقيتهاش. رجعت البيت مش قادر اقعد فيه. رحت قعدت في فندق. نفس المشكلة، احلام، وبشوف نفسي في المراية بصورتها، ومش قادر انام. بقيت مرعوب من كل حاجة في حياتي. مش ممكن اللي بيحصل ده. جريت على
الشارع مرة تانية، وقعدت ألف وأدور، وفجأة لقيت الغجرية واقفة بنفس وقفتها. جريت عليها وقلت لها الحقيني. قالت لي ايه اللي حصل؟ قلت لها انا جيتلك وطلبت منك. قالت لي فاكرة ما تكملش. قلت لها طيب ايه الحل؟ قالت لي انت قبل ما تحط العروسة في الجثة قلت ايه؟ قلت لها انا طلبت منها ان هي تموتها وروحها ما ترجعش ابدا. قالت لي انت عملت ايه يا مجنون؟ انت عملت مشكلة، انت طلبت طلب غريب وطلبك اتحقق. كان كفاية تقول للعروسة ان انت عاوز ان هي تموت بس. دلوقتي انت طلبت ان روحها ما ترجعش، وروحها هايمة في كل مكان. روحها بتسيطر عليك، هتطرد روحك من جسمك وهتحتل هي جسمك. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي مش هقدر اعمل لك حاجة. قلت لها انت السبب. قالت لي انت اللي طلبت وانا جاوبتك، وانت اللي استخدمت العروسة غلط، ما تلومنيش. قلت لها شوفي لي حل. قالت لي مفيش حل، هتفضل روحها هايمة. انا قلت لك كل اللي انت عاوز تطلبه هيتحقق، واتحقق. سبتها وجريت. وكل مع فترة ومع مرور الوقت بلاقي ان حسيسي بتتحول لليلى. واضح ان هي سيطرت على جسمي. ايوه سيطرة كمان جسمية، اعراض انوثة كأنها هي. بقيت مرعوب، اعمل ايه؟ جريت تاني على حسان التربي، حكيت له حكايتي. قال لي يا ابني في مشكلة كبيرة حصلت لك. قلت له طيب ممكن نلاقي حل؟ قال لي ممكن، استنى تعالى بس اشرب معايا حاجة في الأوضة ونتكلم. قلت له بعصبية أنا مش عاوز أشرب، أنا عاوزك تحللي المشكلة. قال لي يا ابني دلوقتي دخولك التربة دي صعب، لأنها بقيت مسكونة بالأرواح اللي غضبانة من اللي انت عملته. قلت له طب وبعدين؟ قال لي تعالى. دخلت معاه الأوضة بتاعته، عمل شاي، وبعدين سحب شوال من تحت السرير وطلع منه جمجمة. واضح ان هي جمجمة قديمة. وجاب شاكوش وقعد يكسر لحد ما طحن حتة منها. طحنها وبدأ يحطها على بخور ويقول لي شم ده. قلت له انت بتقول ايه؟ زعق فيا وقال لي شم ده. شميت وجاني احساس وشعور جميل بالراحة، وبدأت احس ان في حاجة. وفجأة حسيت ان اللي حواليا كله لون احمر، لون دم في كل مكان. ايه اللي حصل؟ فتحت عينيا لقيت ايديا كلها دم. فجأة لقيت عتمان مرمي على الارض ودماغه كلها غرقانة دم. معقول اكون ضربته؟ انا كسرت دماغه بالشاكوش. طب امتى؟ وانا هقتله ليه؟ اكتشفت الحقيقة المرعبة سكنت جسمي وخلتني عملت كده. بقيت مرعوب، مش قادر افكر. جريت وجيت على هنا واتصلت بيك. انا مش قادر، متعذب. قلت له
اهدى يا كمال، اهدى.